ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا في احسن حال وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة اليوستفندي او اليوسفي زي ما بتقولوها، بس طريقة تحفة وطعمها حاجة روعة، ومقاديرها بسيطة وان شاء الله موجودة في كل بيت. تعالوا نشوف المكونات ونشوف هنعملها ازاي. هنا معايا قشرة يوستفنداية قشرتها من جوه بالطريقة دي، ومعايا 4 حبات يوستفندي قسمتهم وطلعت البذر منهم. هنزل بيهم في الخلاط بالشكل ده، وهنزل بكوباية الا ربع زيت وكوباية سكر و3 حبات بيض. كل المكونات السائلة هنزل بيها في الخلاط. بس وبعد كده افرمهم في الخلاط كويس جدا. اهم حاجة بالشكل ده كده. احنا كل السوائل دي هنصفيها او بالشكل ده كده. ممكن تضربيهم في الكبة براحتك زي ما تحبي المتوفر عندك، او بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بكوباية زبادي، وبعد كده هكمل تاني، هشغل الخلاط تاني او بالطريقة دي كده بس. وبعد كده انا هنا معايا كوبايتين دقيق نخلتهم كويس، اهم حاجة طبعا في الكيكة. وهنزل برشة ملح وورقتين فانيليا وبيكنج باودر او محسن الكيك، الاتنين واحد. وبعد كده هنزل بالخليط اللي انا خلطته بالشكل ده، وهصفيه كويس قوي على الدقيق. او بالشكل ده كده. بس كده. وبعد كده انا هشتغل في الدقيق والخليط اللي قدامي ده. وهنا معايا نص معلقة خل، وبعد كده بالمضرب السلك اليدوي هشتغل بيه. هتلاقي معاكي العجينة بمنتهى السهولة، مش هتحتاج خلاط ولا هتحتاج اي حاجة تاني، بايدك بس كده سهلة جدا، مش هتاخد منك اي وقت. بص اهي بالشكل ده، مفيش اي كلكعة معايا في الدقيق، ناعمة جدا. بس انا حسيتها خفيفة شوية، هحط لها معلقة دقيق واحدة. هي معلقة واحدة بس هحطها علشان تظبط معايا الخليط. بس وبعد كده هقلبها كويس قوي فيها. بس هلم معلقة الدقيق كده. بس هي كده ظبطت معايا اهي. بس الخليط كده بقي مظبوط معايا وقوامه مظبوط جدا اهو بالشكل ده. بس هنا معايا صينية انا دهنتها زيت ورشتها دقيق بالشكل ده، وهنزل بالخليط بتاعي في الصينية، وهكون مشغلة الفرن
لازم تكون الفرن مولعها قبل ما تشتغلي في الكيكة، عشان تدخل الكيكة تبقى الفرن سخنة، علشان ما تهبطش معاكي الكيكة وتطلع مش عالية. دخلها على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. ما فيهاش اي ريحة زفارة من البيض ولا اليوستفندي مغير طعم الكيكة، بالعكس مديها طعم روعة بجد. كانت خطيرة جدا، وهوريكم شكلها لما تطلع من الفرن. احنا طلعتها من الفرن، بصي شكلها تحفة تحفة بجد، كانت خطيرة. بصي مرتفعة، وانا هوريها لك من بره الصينية ازاي. بصي الخلة نضيفة ما فيهاش اي عجين اهي، يعني معنى كده مستوية. بصي انا طلعتها من الصينية، سبتها لحد ما بردت. بصي مرتفعة ازاي، بصي شكلها خطير بجد، كانت تحفة واسفنجية جدا. بصي حتى وانا بقطع بالسكينة عاملة ازاي. انا هقطعها بالشكل ده، انت قطعيها بالشكل اللي يريحك وزي ما تحبي. بصي طرية ازاي، يعني وانا بقطع بالسكينة السكينة بتنزل فيها كده. كانت مرتفعة جدا واسفنجية، يعني كانت بجد طالعة خطيرة. بس هطلع كمان حتة هوريكم شكلها كان عامل ازاي من جوه. بصي اسفنجية ازاي وهشة، بصي مرتفعة ازاي، بجد بجد تحفة باليوستفندي. جربيها وهتعجبك جدا. بصي شكلها روعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع ألف سلامة.